يا صباح الفل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد معانا النهارده. فيديو النهارده مميز جدا، في افكار كتيره قوي. كل اللي هيدخل الفيديو ان شاء الله هيستفاد وهياخد افكار كتير تقدري ان انت بقى تطبقي منها اللي يناسبك. وكمان لو حابه ان انت تعملي تغييرات في مطبخك، انا جايبه لك هنا حاجات اقتصاديه جدا تقدري ان انت تعملي منها تغييرات كتيره جدا، هتغير وهتفرق في شكل مطبخك 360 درجه. وكمان هوريكم الاستيكر بتاع الرخامه بيتلزق ازاي بطريقه كويسه جدا، وهقول لكم الاخطاء اللي انا وقعت فيها وتقدري ان انت تتفاديها علشان الرول بتاعك يديكي احسن نتيجه، وكمان ما تهدريش فيه كتير. فكملوا معايا الفيديو للاخر. بس هستأذنكم قبل ما نبدا الفيديو تعملوا لايك، وكمان اشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي، وتفعلوا زر الجرس على الكل. فيديو النهارده تكمله للفيديوهات اللي فاتت. انا طبعا كنت قايله لكم ان احنا هنعمل مع بعض كده تغييرات في المطبخ. غيرت شكل المطبخ بتاعي 360 درجه بحاجات مش مكلفه خالص. قلت لكم اسعار كل حاجه. وقلت لكم كمان اللي عايز يسأل على اي حاجه سيب لي في الكومنتات تحت وهرد عليكم. دلوقتي بقى هوريكم كل التنظيفات اللي احنا عملناها قبل التغييرات البسيطه اللي احنا هنعملها في المطبخ. عملت طبعا نظفت معاكم درة في المطبخ وظبطت كده كل حاجه. هنا بقى بعد ما خلاص لمعت الحاجه وظبطت اماكن كل حاجه بحيث ان انا لما افتح الضرفه كده قدامي تبقى مهندمه. وكمان غيرت المفارش بتاعه الظرف، فبقى الشكل النهائي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الاختلاف باين. انا حبيت ان انا اوريكم الظرف قبل وبعد بحيث تشوفوا الفرق يعني بين الحاجة لما بتبقى منظمة ومرتبة والحاجة لما بتبقى محطوطة كده من غير ترتيب. هنا برضو دي الحاجة اللي هي بتاعت الترابيزة، طبعا انا عملتها معاكم في الفيديو اللي فات. غيرت الاستيكر بتاعها ولمعتها وخليتها زي الفل. هنا دي بقى الصينية اللي كانت عليها برضو عملت الاستيكر بتاعها غيرته معاكم في الفيديو اللي فات. وهنا بقى لمعت كل الحاجات اللي عليها ورميت الازاز اللي ملهاش لازمة او خلصت خلاص. وكمان حطيت الحاجات اللي كانت عندي في الضرفة طلعتها بقى حطيتها. ودي ازازة زيت زيتون، حبيت برضو ان انا اوريها لكم كده عن قرب علشان تشوفوا يعني المكان. دي بابا بيجيبها لي من الدير. تمام، الحاجات دي بتبقى خام سواء زيت زيتون او عسل نحل. وهنا ده كمان طقم التوزيع ده بتاع التيفال. لمعته برضو بالشكل ده ورحت حاطه، انا بحطه على الترابيزه عشان يبقى قريب من ايدي من البوتاجاز. هنا دي برضو حطيت الورق ده هنا اللي انا بطلع عليه الحاجات المحمره وكده. بعد كده رجعت في كلامي ورحت شايلاه من البتاع الصيني دي، حطيتها في مكانها تاني رجعتها. وحطيت الورق بالشكل ده، حسيته كده يعني ايه محطوط اهدى شويه. هنا بقى هبدأ ان انا بفك اهو الرول بتاع الرخامة. زي ما قلت لكم ده بيبقى حراري، يعني لو حطيتي عليه اي حاجة سخنة مفيش اي مشكلة. هو طبعا اخد معايا وقت كبير جدا على ما عملته، لان انا ما كنت يعني دخلت ان انا اعمله كانت نفسيتي مش احسن حاجه، ما كنتش رايقه بصراحه. فعشان كده ما كنتش عاملاه بمزاج قوي، ولكن سبحان الله يعني الرخامه اللي هي الصغيره دي. طبعا انا عملت الرخامتين بتوعي، في رخامة كبيرة اللي هي عليها الحوضين، ورخامة التانية اللي انا بحط عليها الكاتل وكده دي بتبقى الرخامة الاصغر. فدي اللي انا بدأت بيها، فما كنتش طبعا يعني انا اول مرة اعمل الستيكر. فعلشان كده وعامة اي حد بيعمله لاول مرة ما بيبقاش متمكن منه قوي، غير بقى لما يبقى مثلا عامله قبل كده وبيغيره. فالاول اخدت مني وقت كتير جدا. فدخل بقى للستيكر ده دخله هوا وكده. فروحت شايله الورقه دي، والورقه دي اللي انا شلتها ولزقتها على الترابيزه المدوره، لان هي كانت خلاص مش نافعه ومش هينفع يعني مش راضيه ان هي تمسك في الرخامه. فبعد كده بقى جبت باقي الرول بتاع الستيكر وعملت من جديد، فعملتها تمام وبقيت مظبوطه جدا. سبحان الله يعني طلعت حلوه عن التانية كمان عن الرخامه الكبيره. عملت الاول الوزره لوحدها وبعد كده عملت الرخامه من تحت نفسها لوحدها. ده بيبقى افضل يعني عشان ما يعني لو انت لسه مثلا هتجيبي الرول وعايزه تعمليه، فالطريقه الصح اللي انت تعمليها تعملي الوزره لوحدها والرخامه لوحدها علشان ما يدخلش معاكي هوا ومش هيتظبط منك نهائي يعني. حتى انا ما كنتش بعمله لوحدي، طبعا جوزي كان بيساعدني ولكن برضو ما اتظبطتش معانا خالص. لازم تعملي كل حاجه لوحدها علشان تديكي النتيجه المظبوطه. هنا بقى كنت خلاص عملت الرخامه. طبعا شكل الستيكر حلو جدا لان المطبخ بتاعي لونه اسود في احمر، فاللون الاسود اكتر شويه من يعني الرخامه اللي هي اللي عليها الاحواض دي الاكتر بتاعها، هي كلها اصلا من تحت كلها اسود. فعلشان كده يعني عامل كده روح حلوه قوي يعني. عاملين فاهمين يعني لايقين مع بعض، فشكله حلو. انا كنت هجيب الاول ستيكر ابيض وبعد كده سبحان الله الاختيار كان موفق يعني. لما جبت الاسود لقيته حلو جدا. حتى اللي هي التشبيحه اللي فيه دي اللي هي بالرمادي تقريبا هي مش ابيض قوي يعني.
شكلها حلو جدا. لو اسود ساده ما كانش هيبقى برضو يعني احسن حاجه. هنا بقى بدات كده في الرخامه اللي هي الكبيره، بصوا ما كانتش برضو يعني ما توفقتش فيها قوي وانا بحطها، فكان فيها داخلها هوا كتير، فبدات ان انا بدبوس بدات ان انا اعمل الفقاقيع اللي فيها دي. ب... يعني ايه، بخرم كده خرمه بالدبوس، وابدا ان انا امشي ايدي على الهوا اللي داخل، بتبدا ان الرخامه تبقى معاكي قطعه واحده مفيش اي مشكله. فالنقطه دي مهمه جدا. لازم وانتي بتعملي الستيكر بعد ما تخلصيه تبدأي بقى ان انت تجيبي دبوس كده في ايدك، وتبدأي كل هوا تلاقيه طالع من الستيكر تبدأي ان انت تخرميه وتمشي كده بايدك او باي حاجه، هتلاقي ان الدنيا معاكي بقت زي الفل. طبعا انا استخدمت في تثبيت الستيكر، استخدمت، ممكن تستخدمي معاكي مثلا فيزا كارت، بطاقه تموين، المساحه اللي هي بتاعه الميه اللي انا برضو وريتها لكم معايا في الفيديو دي. اي حاجه تقدري ان انت تسحبي بيها الستيكر معاكي لو انت بتعمليه لوحدك. يفضل يعني ان انت تستخدمي حاجه زي اللي انا ذكرتهم دول، هتظبط معاكي الدنيا برضو الى حد ما. وكمان انا وريتكم ظهر الورقه من ورا، معمول عليها كده تعليمات كده وخطوط وارقام. دي بتساعدك برضو ان انت يعني ممكن ايه تقيسي مثلا الرخامه على قلبة الورق مش على العدله. فاهمين قصدي؟ يعني تقلبي الستيكر وتبداي ان انت تحددي مثلا الحجم اللي انت هتقصي عنده، فهتلاقي خطوط وهتلاقي ارقام. دي بتساعدك اكتر ان انت تعلمي المكان اللي انت هتقصي منه، وتبداي ان انت تمشي عليه بقطر بمقص. وطبعا القطر بيفرق جدا جدا في قص الستيكر، ده بيبقى افضل بكتير قوي من المقص. المقص ممكن يحود منك، ممكن يعضعض معاكي الورق، يعمل حاجات كتير. فالافضل ان انت تستخدمي قطر لو هتتمكني منه وتقدري ان انت تستخدميه. وتقدري بقى ان انت عن طريق العلامات اللي في ظهر الورق دي بتساعدك اكتر. ده كده بالنسبه للستيكر. وبالنسبه كمان للفراغات او الهواء اللي بيدخل الستيكر بتعمليه باي دبوس. وهنا كمان الزيادات اللي كانت معايا في الوزرة من فوق، بدأت ان انا لو الوزرة فيها مثلا فراغات ببدأ ان انا اضغط عليها كده لتحت بالفيزا او بأي حاجة معاكي. ولو ما فيش او ما فيش فراغات في الوزرة من فوق، تقدري ان انت بالقطر برضو تقطعي اي زيادات. تمام كده. وبالنسبة للورق اللي هو دخله هوا في الرخامة الأولانية وانا بركبها دي، طبعا انا ما رميتهاش في اي ورق يدخل له هوا معاكي او ما يثبتش معاكي، تقدري انك تستخدميه في اي حاجه تانية. انا استخدمته في ايه، انا ركنته على جنب مؤقتا، وبعد ما خلصت طبعا رحت عامله اللي هي الترابيزه المدوره الصغيره اللي احنا عملناها مع بعض دي. قلت بدل ما ارمي الورق حرام، طبعا الاستيكر غالي، الرول 5 متر تقريبا ب90 جنيه، فبرضه مش رخيص يعني. فبدل ما ارميها رحت عامله بيها الترابيزه. انت تقدري برضو تستغليها في اي حاجه عندك تانية تكون مثلا شكلها مش حلو او اتبهدلت منك، حاجه قديمه. مثلا لو برضو صينيه معاكي، الحاجات دي برضو في التقديم بتبقى شكلها حلو، او لو بتصوري الكلام ده هيفرق معاكي. حتى لو الستيكر ما بيلزقش من تحت، يعني اللزق بتاعه مثلا دخله ميه ايا كان، تقدري انت تستخدميها مثلا بالدبل فيس، تلزقيها بدبل فيس او تلزقيها بشمع. اي حاجه متوفره عندك تقدري ان انت تمشي دنيتك بيها بدل ما ترميها. دي المساحه اللي انا بقول لكم عليها اهي، دي اللي انا استخدمتها برضو. هنا بقى بدات ان انا ارجع كل حاجه مكانها، لمعت كل الحاجه اللي موجوده على الرخامه، وبدات ان انا ارجع كل حاجه بمكانها المظبوط، بس تكون متلمعه طبعا ونظيفه. ده بالشكل ده كده خلاص انا خلصت الرخامه. هنا بقى ده الدبل فيس، حبيت ان انا اوريكم شكله. انا كنت وريتكم قبل كده، مش فاكره بصراحه، مش متذكره يعني وريته لكم ولا لا، ولكن ده شكله. الطريقه بتاعته اهي، انا بقصقصه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا أنا كنت بعمل الليد بتاع المطبخ من فوق، زي ما قلت لكم شلت كل الدبل فيس القديم، وبدات ان انا انضف كده الليد وكمان الوزر اللي فوق علشان خاطر ان انا الزقه على النظافه. بدات اقصقص كده بقى الدبل فيس معايا الاول، قصقصت حتت صغننه على قد ما انا بعمل مثلا، بسيب مسافه، وبعد كده اروح حاطه دبل فيس تاني علشان كل الليد يكون يعني لازق بطريقه محكمه معايا. بشيل اللي هي اللزقه اللي في الظهر دي، وبعد كده بحط الدبل فيس وبلزق الليد عليه على طول. أنا حبيت طبعا اوريكم شكل الدبل فيس، انا مش عارفه في حاجه اقوى منه او يعني حاجه تكون جودتها اعلى منه ولا لا، ولكن ده اللي كان متوفر يعني كويس الى حد ما. ده شكله كنت تقريبا جايباه ب25 او 30 جنيه، مش متذكره قوي. هنا بقى للكفر بتاع البوتاجاز ده اللي انا كنت وريته لكم طبعا في البدايه، شكله كان عامل ازاي، كان مبقع وكان بقاله فتره عندي، وكان شكله برده مش احسن حاجه. فحبيت بقى ان انا اعمل له اعاده تدوير كده، ما حبيتش ان انا ارميه لان هو الى حد ما كده مبطن شويه، يعني مش قماشه خفيفه قوي. فجبت
جبت القماش ده، طبعا انا كنت جايباه من قبل كده مش جايبه له مخصوص، فقلت برضو ان انا استغله كده، مش هياخد برضو يعني مش هياخد قماش كتير. فعملت كده على الوشين على قده بالظبط، قسته وبعد كده قصيت وعملته، طبعا خيطته في بعضه بقى، عملت الوش لون والتاني لون تاني. قلت عشان لو حبيت ان انا اغير، زي ما قلت لكم البني ادم يعني ملول بطبعه، فعلشان لما احب ان انا اغيره عادي، وبعد كده ابقى اشيله واغسله عادي جدا. وعملت برضو الربيطه من نفس القماش، لان الربيطه بتاعته كانت تهلكت خالص ومش هينفع ان هي تتربط تاني، فعملت برضو الربيطه من نفس القماشه. وبعد كده ما ربطته بقى خلاص في الايدين وثبته، حسيت برضو ان اللون الاحمر شكله احلى، بصوا مدي ضي كده وشكله جميل قوي، فروحت قلباه بقى. وبرضو انا لزقت من الاستيكر بتاع الرخامه، كان في حته كده برضو طويله طول، رحت لزقاها في الايدين بتاعه الفرن، قلت عشان برضو ساعات بيقع عليها زيوت وحاجات كده، فإلى حد ما برضو تحميها. هنا بقى القماشه دي برضو رحت عاملاها كده على شكل مفرش وسرفلتها كده من الجناب كلها، سبت بس ناحيه واحده هي اللي مش متسرفله فيها خيوط كده، ولكن شكلها حلو جدا برضو، لو حبيت ان انا اقلبها واغيرها يبقى شكلها حلو. فحطيته كده بقى فوق الميكرويف، شكله تحفه بصراحه، برضو مغير من الشكل جدا. وعايزه اقول لكم ان المتر بتاع القماشه دي تقريبا كنت جايباه المتر ب35 جنيه، هو كان متر اللي انا كنت جايباه من كل لون، ففرق برضو معايا. واتبقى عندي برضو قطعة كبيرة من القماش اقدر برضو استخدمها الاستخدام اللي انا اصلا كنت جايباها علشانه، لو خرجنا رحنا مكان جناين اي حتة، اقدر ان انا افرشها ونقعد عليها مفيش اي مشكلة، لان هو المتر بتاعه كبير مش صغير. بصوا بقى القماش اللي انا قصيته للكفر بتاع البوتاجاز، اتبقى منه قطعتين قماش من كل لون، عملت بيهم مفارش، مفرش اللي انا حطيته على الميكرويف والقطعه التانية، بس طبعا كانت اصغر لان تقريبا في يعني في توب المتر بتاعه اقل من التاني، فالقطعه الصغيره اللي اتبقت من اللون الاسود دي عملتها برضو مفرش كده صغنطط، حطيته على الكرسي كده بلاستيك بيبقى محطوط عندي في المطبخ لو عايزه اقف اجيب حاجه او كده، حطيته عليه برضو غير من الشكل شويه، هتشوفوه دلوقتي. هنا بقى كده المفروض ان انا كنت خلاص بفنش في المطبخ، كنت طبعا ملمعه كل حاجه في المطبخ، والارضيه اللي كانت تحت الترابيزه اللي هي بين الحوض والبوتاجاز، كل ده انا كنت ملمعاه والدنيا عندي تمام. والبوتاجاز برضو لمعته من جوه في الفرن، طبعا احنا شفنا ده في الفيديو اللي فات، الفرن والبوتاجاز من فوق وفي الجناب برضو بتاعه البوتاجاز، كل ده اتلمع وبقى معايا بيلمع. الميكرويف لمعته، الظرف بتاعه المطبخ كلها لمعتها. كده خلاص انا لمعت التلاجة، طبعا انا كنت من جوه منضفاها، ولكن هبقى في يوم كده باذن الله لما اجي اغسلها من جوه غسله كده عميقه شويه، واغير المفارش بتاعتها بالمفارش الجديده اللي انا كنت جايباها، ان شاء الله هحاول ان انا اصور لكم الفيديو ده برضو، وهقول لكم شكلها يعني المفارش شكلها حلو ولا لا في التلاجة، لان انا كنت متحمسه قوي ان انا اجيبها، حاسه ان شكلها حلو، ولكن مش عارفه ساعات لما يعني بالذات اللي هي المفارش بتاعت التلاجة، في حاجات كده تحسيها وحاجات لا، في حاجات تحسي عامله دوشه في المكان، فمش عارفه. هنا بقى الفرع بتاع الزرع ده، حسيت ان هو يعني عايزه احط اي حاجه خضره كده في المكان، فروحت لقيت اللي هي الحته الصغنطوطه دي، لان زي ما بقول لكم لما بتيجي مثلا تحطيه وتطبقيه فبيتكسر بيتقطم منك، لان هو رقيق جدا يعني الفرع بتاعه مش تقيل، فلقيت الحته الصغنططه دي ورحت حطاها بالشكل ده على التلاجة بالدبل فيس. برضو شكلها حلو، والدبل فيس عامه يعني ما بيسيبش اثر مكانه، يعني لو حطيتيه وشلتيه مفيش اي مشكله. ولكن انا الحاجه اللي انا مجربتوش فيها وهي الحيطان، علشان يعني بصراحه ما جربتش ان انا احطه على الحيطه ويطلع بالدهان او لا. بعد كده بقى قلت ألمع كده بقى المطبخ، فديته كده تلميعه برضو لانه كان مطرب وملحوس، وكان بقالي شويه برضو ما لمعتوش، فلمعته بقى ولمعت التربو، طبعا التربو من جوه برضو كنت مظبطاه كده ومهندمه كل حاجه جواه. فعايزه اقول لكم الشكل النهائي ده بيعمل لي راحه نفسيه محدش يتخيلها. فيعني ده بصراحه يعني اليوم اللي انا كنت منتظراه ان انا اخلص كده بقى والموضوع ده ينزل من على دماغي، لان انا كنت عايزه ان انا يعني كنت محتاجه ان انا اعمل التغيير ده، انا بمل بسرعه وبزهق، فبحب ان انا على طول يعني تشوف لي حاجه مختلفه. هي بالنسبه لي مشكله الحقيقه، ولكن برضو يعني التغيير بيبقى حلو للنفسيه، يعني الواحد من وقت للتاني بيحتاج ان هو يغير في المكان اللي هو قاعد فيه، وخصوصا المطبخ، احنا مش هقول اغلب وقتنا بيبقى في المطبخ، ولكن برضو بنقضي وقت كبير من وقتنا اليومي في المطبخ، بتعملي اكل، بتعملي شاي، بتعملي حاجه حلوه، كيك، ايا كان، فبتقفي في المطبخ كتير، فلازم عينك ما تزهقش من المكان، لازم تعملي تغييرات حتى لو بسيطه خالص. زي ما قلت لكم الحاجات دي مش مكلفه، وكل حاجه ولها بديل، يعني انا هنا عند مامتي كان عندها رول من اللي انا جايبه زيهم دول، كان عندها ولكن مش الحراري اللي هو العادي، انا برضو جايبه واحد منه في الفيديو اللي فات وريته لكم، كنت حطاه لها، ولكن ما يعني ما فكتش اللزق بتاعه، لا حطيته زي ما هو كده. ساعات
ساعات مع كتر الاستخدام والتلميع اوقات الدهان بتاعه او اللون بتاعه بيروح، فما فيش اي مشكله، انت بس بتعملي تغيير لفتره معينه وبعد كده بتشيلي الاستيكر ده وبتستخدمي اي حاجه تانية، بتلمعي الرخامه بتاعتك وتتعاملي معاها عادي. ولكن لما تحسي ان انت نفسيتك مش مهيئه وزهقانه، حاسه بملل من المكان اللي انت بتقفي فيه، عايزه اي تغيير، اعملي حاجات ولو مؤقته، وبعد كده صدقيني هتلاقي الموضوع فرق في نفسيتك. بعد كده بقى مش مهم، ممكن تشيلي الحاجات دي بقى لما تهلك معاكي او تحسي ان هي خلاص مش مناسبه ان انت تحطيها، شيلي الكلام ده كله. ولكن هي بتبقى خلاص ادت غرضها، اللي هي حسيتك في وقت ما انت بتكوني زهقانه وعندك ملل من المكان، خلاص هي ريحتك نفسيا لفتره معينه، مفيش اي مشكله. فاعملوا ده، يعني الحاجه اللي تحسي ان هي هتبسطك او هتغير مودك اعمليها. مش شرط الحاجة تبقى مكلفة وتبقى واو يعني علشان خاطر تحسي بالتغيير، لا خالص، الحاجات دي مش مكلفة وما كلفتنيش نهائي، لان انا جبتها زي ما قلت لكم على فترات، ما أزمتش نفسي ومسكت مبلغ في ايدي وقلت انزل اجيب حاجات، لا هي حاجات بسيطة خالص، ولكن ادتني التغيير اللي انا عايزاه واللي انا محتاجاه. بس زي ما انتم شايفين كده، جبت طبعا الزرعه اللي انا جايباها بره دي، جبتها من الصاله ورحت حطاها هنا برضو، ادت شكل حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده المطبخ اتغير 180 درجه. حسيت ان انا حباه. الحاجه اللي انت مش حباها حاولي ان انت تجملي فيها، صدقوني هتحبوها. يعني مش كلنا بنبقى متجوزين بحاجات احنا حابينها 100%. ساعات مش الظروف، ساعات التوقيت بيفرض علينا حاجات احنا ممكن نكون مش متقبلينها احسن حاجه. ولكن مع الوقت بتقدري ان انت تغيري الحاجات دي برضو بحاجات بلمسات بسيطه خالص من الست، تفرق في الديكور، وتفرق في الاجواء، وتفرق في النفسيه وفي كل شيء. فكل حاجة بترجع برضو للست وتدبيراتها ودماغها وتفكيرها، كل ده بيرجع في ايد الست، مش في الفلوس خالص ومش في الامكانيات خالص. ناس بيبقى معاها فلوس ومش عارفة تعمل تغيير، بتحس بملل، مش عارفة اعمل حاجة، حاسه ان الحاجه اللي قدامها مفروضه عليها ومش عارفه تغير، مش عارفه تجدد، نفسيتها مش مهيئه اصلا ان هي تعمل اي حاجه. ولكن ممكن ست تانية تبقى بسيطه جدا، معاها فلوس قليله، بتاخد مصروف عادي جدا زي اي حد، بس بتقدر ان هي تقتصد منه، تدبر الدنيا مع نفسها علشان تعمل حاجات بسيطه خالص تريح لها نفسيتها وتحسسها بالتغيير. ده اللي انا بحاول ان انا اعمله. طبعا مهم جدا ان انا بعد ما خلصت التلميعات بتاعتي والتنظيف، رحت غسله الفوطين اللي انا استخدمتهم، غسلتهم غسله محترمه، ولكن هي تبان ان الوقت قصير، ولكن انا عشان بسرع الفيديو عشان ما ياخدش معاكم وقت كبير، ولكن طبعا الحاجات دي بتاخد مني وقت كتير جدا. طبعا لمعت الحنفيات وكمان نشفت الدنيا حوالين الحوض وكده بقى الدنيا تمام. بصوا هنا بقى كمان الليد بعد ما خلاص ظبطت الدنيا ونورته كل حاجه. انتوا قولوا لي رايكم، هستنى رايكم على فكره في الكومنتات. هنا بقى خلاص كده خلصت، طبعا المطبخ بقى زي الفل، عملت بقى احلى كوبايتين شاي كده بقى على رواقه بعد الغدا، وكمان كان عندي اللي هو فطير حلو بالسكر واللبن، وكان محشي كمان مكسرات. رحت مطلعه كده حتتين، ورحت حطهم في الميكرويف سخنوا شويه، طلعتهم اكلناهم بعد الغدا. عايزه اقول لكم القعده دي انا بعشقها بقى حرفيا، تقعدي كده بقى ما وراكيش اي حاجه، عامله الحاجه اللي نفسك فيها، حاسه ان انت غيرتي حاجات بتكاليف بسيطه خالص، الدنيا عندك تمام، حابه كل شيء انت بتعمليه. اتغدينا وقعدنا بقى كده، طبعا احنا متابعين مسلسلات كده معينه في التلفزيون، بنقعد بقى بعد الغدا بنستناها، بتبقى بصراحه احلى سهره واحلى قعده. طبعا حابه اشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للاخر، واتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا خدتوا افكار. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وطبعا ما تنسونيش في اللايك، وكمان تشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اشعار بفيديوهاتي الجديده، واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.